بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من حلقات الخير. ويا رب أتمنى تكونوا بصحة وبسعادة وبخير دايما يا رب، وكل عام وحضراتكم وانتم بألف صحة وخير. أتمنى طبعا تصلوا على الحبيب النبي محمد قبل ما نبدأ إن شاء الله رب العالمين في التعليقات. وشرفني ويسعدني إذا كنتم أول مرة تتفرجوا عليا الاشتراك الجميل بتاعكم واللايك الجميل اللي بيشجعنا بالاستمرار. الحلقة النهاردة إن شاء الله بعنوان إن إزاي بنبدأ نغير العلف من بادي لنامي لناهي، والأوقات اللي إحنا بنبدأ نغير فيها إمتى إن شاء الله رب العالمين. فأتمنى تبقوا معايا لآخر الحلقة. في حبايب يقول لك إنك أنت تبدأ تغير العلف من البادي للنامي بعد حوالي يجي 10 12 يوم أو 13 يوم. لا يا أحباب، أنا ما برتبطش بكده خالص. أنا ببدأ شغال بالبادي خالص لغاية ما أول ما الفرخ عندي يوصل لحوالي يعدي 500 جرام اللي هي نص كيلو أو 600 جرام، وببدأ أغير من بادي، واخدين بال حضراتكم، لنامي. في المرحلة اللي أنا بغير فيها ديت أنا بحب أحط مضاد سموم دايما. هو طبيعي طبعا بعد العمر 8 أيام متاح إنك أنت تحط مضاد سموم 12 ساعة، وأي رافع مناعة 12 ساعة تانيين، أو أي غسيل كلوي 12 ساعة تانيين. يعني في متاح قدام حضرتك اللي تعمله. ولكن أنا بغير العلف مش بعد 10 ولا 12 يوم، لا، أنا بغير العلف أول ما الكتكوت عندي يوصل وزنه ل 500 جرام أو 600 جرام، واخدين بال حضراتكم، وابدأ احط مضاد سموم. اذا بنغير العلف اللي هو البادي للنامي بعد ما عمر الكتكوت يوصل معاك لوزن 500 او 600 جرام. ليه احباب؟ انتم بتحاولوا بفضل الله تطلع فرخ بصحة وعافية، وبكده طبعا يكمل معاك الدورة وهو صحته كويسة. بمعنى أوضح، اللي أنت بتديله قوة وبتديله عافية، وبتحاول دايما تخليه جاهز لمقاومة أي مرض. فطبعا البروتين في أول أيام بيبقى ما شاء الله كويس وبيقوي صحة الفرخ معاك. وبكده احنا ليه بنوصله العمر بنوصله لوزن 500 أو 16 أو 600 جرام، لأن أنت بكده بتبقى أسسته 500 جرام أو 600 جرام، بتبقى أنت أسسته وبيبقى بصحة وبعافية إن شاء الله رب العالمين، ويكمل معاك الدورة كويس. فبكده يا أحباب بنبدأ نغير من بادي لنامي. النامي ده بقى يا أحباب بتبدأ فيه من عمر تقريبا 17 يوم أو 18 يوم، وتبدأ تستمر بيه لغاية عمر 27 أو 28 يوم، وتبدأ تغير برضك العلف. بتغيره لناهي بروتين 19. يعني يا أحباب أنت الفترة ديت أساسا من البادي للنامي بتاخد تقريبا فترة حوالي يجي 12 13 يوم، تقريبا بتوصل لسن 28 يوم أو 29 يوم، وبتبدأ أنت بتدي الناهي بتاعك. ف وكل مرحلة أحباب من تغيير العلف لعلف أنت بتدي مضاد سموم وغسيل كلوي في المرحلة السنية الكبيرة دي من العمر. فالموضوع بسيط وسهل خالص خالص. يعني بكده إن شاء الله رب العالمين. يعني المعلومة أتمنى تكون وصلت. نعيدها كده بعجالة بسيطة كده. بتحول من بادي لنامي بعد ما يوصل الكتكوت عندك لعمر 500 جرام أو 600 جرام، يعني فوق النص كيلو. وبعد كده إن شاء الله رب العالمين بتبدأ بالنامي، بتكون وصلت تقريبا لعمر 17 يوم وتبدأ نامي. النامي بتبدأ بيه من عمر 17 يوم 18 يوم لغاية عمر 28 يوم، وتبدأ بالناهي. فيعني أتمنى تكون حلقة خفيفة بسيطة طبعا، وآسف على أي خطأ.
ورد مني غير مقصود. طبعا أنا بحبكم في الله، كل عام وحضراتكم بألف خير، وكنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.